اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اشرح لكم يعني ايه كي فريم او ازاي تشتغل بالكي فريم على كاب كات. اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت شرحت الكي فريم بس شرحتها بطريقه مختصره، فبس في الفيديو ده هشرحها لك بطريقه مفصله. يا ريت تركز معايا عشان تعرف تشتغل بالكي فريم، لان الكي فريم مهمه جدا جدا جدا. الكي فريم دي هي اللي هتخليك تعمل حركات في الفيديو وتعمل انيميشنز وتعمل كل حاجه. الكي فريم ديت موجوده في كل حاجه، موجوده في التكست، موجوده في الستيكرز اللي موجوده عندك، موجوده في الصوت، موجوده في الاضاءه، موجوده في كل حاجه. موجوده الكي فريم تقدر تعدل عليها. بص، اول حاجه هنشرح الكي فريم ازاي تستخدمها في السكيل او في الروتيت او في البوزيشن. اول حاجة الكي فريم، احنا لو رحنا عند الفيديو ده مثلا، دي صورة، انا عايز احرك الصورة دي، عايز اخليها متحركة. نستخدم الكي فريم. طيب، لو انا عايز اعمل زوم ان شوية على العربية هنا، هعمل ايه؟ هروح اتك على الفيديو، هيظهر معايا القائمة دي من قائمة بيزك. هروح عند سكيل واروح رايح عامل ايه؟ عامل ادد كي فريم. شايفين النقطة دي؟ اتك عليها، تكيت عليها نورت بالازرق كده وعملت نقطة هنا عندي في التايم لاين على الصورة. تمام. انا عايز في النقطة دي تبقى الوضع زي ما هو، وبعد كده يعمل زوم ان بالراحة لحد النقطة دي مثلا في الثانية الاتنين مثلا. هروح عامل كي فريم تاني. تمام. طب الكي فريم ديت هروح مديها قيمة مثلا 115. تمام. والقيمة هنا عندي كانت 100، فهو من هنا لهنا هيبدأ يمشي لحد ما يوصل للقيمة 115. يعني لو اتكينا مسطرة، بص عامل زومين لحد ما وصل للقيمة اللي انا كاتبها له، ووقف على كده. تمام. لو انا مثلا حسيت ان الزوم ان مش سلس، او مش حسيته ما فيهوش نعومة، فانا عامل ايه؟ لو اتكيت على الت كي ورحت عند النقطة دي واتكيت على اوتو كيرف، الاوتو كيرف ده عمل من نفسه نقطة تانية كده، بحيث ان هو يخلي الحركة سلسة. يعني احنا لو بصينا كده، الحركة فيها نعومة. ايه النعومة اللي فيها؟ يعني اول ما بدأ يقرب خلاص بدأ الموضوع يهدى واحدة واحدة. تمام. وفي كيرفات تانية انا اقدر استخدمها. يعني مثلا لو انا رحت عند بريسيت كيرف، لو انا اتكيت على النقطة دي هينوروا كلهم، يقول لي ايه انت عايز؟ ان ايزي ان، في ايزي اوت. تمام. يعني الدخلة تبقى سلسة والطلعة تبقى سلسة. انا مثلا اقول له عايز ايزي اوت، عايز اول ما خلاص الكي فريم بتخلص تنهيلي بطريقة سلسة. طب انا عايز ايزي ان، اداني دخلة من اول سلسة وبرضه في الطلعة سلسة. فالكيرفز ديت جميلة، قعدت تجرب فيها هتلاقي حاجات مختلفة بتديك اوبشنز مختلفة. تمام. خلاص خلصنا كده السكيل اللي هي زوم ان وزوم اوت. تمام. نروح عند نقطة تانية نخفي القائمة ديت عشان ما تاخدش مساحة كبيرة معانا. نتك كليك يمين وعيد اهوت. تقدر تخليها من الت كي، تقدر تظهرها من الت كي وتخفيها من الت كي او من هنا شو فايبريشن سبيد انيميشنز. تمام. انا عملت لها هايد اهوت. هنروح عند البوزيشنز. البوزيشن يعني مكانه في الشاشة هنا، فوق تحت يمين شمال. تمام. لو اتكيت عند النقطة دي ونورت، هو عمل معايا كي فريم تانية. وبعد كده هروح عند هنا، اروح اعمل كي فريم تانية اهيت. تمام. اروح مثلا هو هنا انا عايزه اول ما يعمل زوم ان شوية يروح ايه؟ رايح يمين شوية. تمام. اروح باصص كده. شفت عمل ازاي؟ فحرك الكيرف يمين شوية. يمين يعني استخدم اكس. تمام. لو فوق وتحت هيستخدم ايه؟ واي. لو روتيت بقى، لو انا اتكيت هنا عند روتيت، عملت الكي فريم عند روتيت،
هيبدأ يخلي الشاشة تلف. يعني انا لو حبيت هتحكم في ان الشاشة تلف، هنا ثابتة في الوضع ده. لو حبيتها مثلا تميل شوية يمين او تميل شوية شمال، هلعب في القيم دي. او ممكن من هنا، ممكن عندي من الجنب دوت الابيض، انا بحب اتحكم فيها من هنا. لكن ما بحبش اظبط القيم انا ما بلعبش فيها قوي. لو بس بلعب فيها لو انا عايز مثلا الفه 90 درجة، الفه 180 درجة، الكلام دوت ممكن ايه استخدم القيم. لكن لو عايز اخليه يتحرك يمين سنة شمال سنة، دي بعملها بنفسي او بايدي. يعني بروح هنا، اروح ايه لفت ايه، او لفيت يعتبر 6 درجات سالب. تمام. اهو هيعمل ايه، هو هيعمل ايه اهو، حركها لي 6 درجات سالب. اقول له لا، انا عايز 6 درجات سالب، بعد كده ترجعها لي تاني مكانها. تمام. فاروح اعمل كي فريم تانية، اقول له ايه، رجع مكانها تاني. فيروح عامل ايه بقى، حركها ومرجعها. شفتوا؟ اهو حركها ورجعها كده. انا لا عرفت ازاي اتحكم في السكيل، واتحكم في البوزيشنز، واتحكم في الروتيت. تمام. وكمان في كي فريم على كل حاجة. طب احنا نمسح الكي فريم دي كلها، وهشرح لك الكي فريم في البلند. في البلند دي اوبساليتي، الاوبساليتي ديت الشفافية. يعني انا هنا مثلا بقول له ايه، مش عايزها خالص 14% شفافية او 100%، فممكن اعمل كي فريم عادي خالص. انا هنا البتاعة عايزها مش موجودة اصلا في الشفافية، وهنا خلي لي 100% شفافية. فبص الفيديو يفتح ازاي. فالكي فريم ليها لعب كتير وحركات كتير. تمام. ف... ففي كي فريم تقدر تلعب في كل حاجة، كل حاجة تقدر تلعب فيها. طيب احنا دلوقتي مثلا عايزين نخلي الكورة تتحرك. الكورة دي مثلا انا عايز اخليها تخش من بره لجوه كده بحركة كده صايعة. تمام. فانا اصغر اقول لك كبر الكورة عشان تشوفوها. كبرتها. ومثلا اقول له في اللحظة الاولى، اللحظة الاولى الثانية الاولى، انت يا عم عامل لك كي فريم، انت بره، انت بالنسبه لي بره. اول ما تخش انا عايزك تفضل تخش وانت بتلف مثلا يعني 180 درجه. تمام. وهتبقى هنا. تمام. فنشوف كده. الكرة دخلت بتلف وبتجري كده بطريقه كويسه. داخله حاسسها مش سلسه مثلا بتاع كده. فممكن اتك على الت كي، ظهر لي الكيرف. قلنا نعلم على اول نقطة. تمام. واقول له ايه، انت اوتو كيرف بقى، انت اوتو كيرف، انا مش هلعب في حاجة، انت اوتو للكلام ده. انا بص سلسة، ووقفت الكورة بطريقة طبيعية، قربت للطبيعة اكتر. تمام. ف... ده شرحنا باختصار على الكي فريم بالنسبة للسكيل والروتيت والاكس والواي زي ما علمتكم. احنا دلوقتي هننتقل للاوديو. الاوديو برضو فيها كي فريم. لو انا سحبت اي موسيقى من عندنا هنا، ومثلا بدأت العب في الكي فريم بتاعتها، طب انا اتحكم في الكي فريم ليه في الاوديو؟ اقول لك انا مثلا مشغل موسيقى، وبعد كده كنت عايزها توطى اول ما ابدا اتكلم. فبسيطه قوي، انت ممكن تروح هنا وتتك على الكيف عند، يعني لو اتكيت على الساوند هيظهر لك هنا بيزكس ساوند وكل حاجه. اقول له انت خليك طبيعي هنا في النقطه دي، انت طبيعي. بس اول ما توصل للنقطة دي اللي انا بتكلم فيها، في الحتة اللي انا هتكلم فيها، فاعمل ايه كي فريم تانية. لا انا عايزك بقى تقللي بنسبة ايه، مثلا 20 دي بي. بص بقى هيبدأ. بص عمل ازاي. فانا ممكن ايه عشان اخليها سلسة ابعدها شوية، وايه اروح اهو. اول ما بدأت تنزل، ممكن اقللها اكتر من كده عادي خالص. اروح عند النقطة بتاعتي الكي فريم بتاعتي واقلل. بص اهو نزل، نزل بطريقة سلسة. الكي فريم بقى يا جماعة في كل حاجة، في كل حاجة تقدر تتحكم في الكي فريم. عندك مثلا الستيكرز. الستيكرز اهيت. انا مثلا ستيكرز النهار ديت فيها برضو كي فريم.
انا مثلا عايزة اول ما اتكلم مثلا عن حاجة مثلا فيها نار او whatever اي حاجة، اعمل كي فريم اهوت. كي فريم ديت هتبقى انا عايزك تحت، النار دي عايزة تحت، وهنا في الكي فريم ديت انا بدأت خلاص اخلي النار تطلع اهو. تمام، اشغل فيديو بس. اقدر بقى اخليها تظهر تطلع بسرعة، اروح مقرب هنا خليها تطلع بسرعة. تمام، لو عايز تطلع ببطء اكتر ابعد اهو، بقت تطلع ببطء خالص. تمام، تقدر بقى تعمل حاجات كتير قوي بالكي فريم على فكرة. كي فريم ديت تقدر تعمل بيها حاجات كتير، تخلي مثلا تخلي الورقة دي تطلع بسلاسة من هنا كده. تعمل حاجات كتير قوي في الكي فريم. عندك برضو الافكتات ديت فيها كي فريم وتقدر تتحكم فيها، وفي افكتات ما فيهاش كي فريم. باختصار كده الكي فريم انت فهمته، وانا شرحته لك بطريقة لذيذة. اتمنى انك تكون استفدت. اهم حاجة بس تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية، وما تنسانيش في اللايك وسبسكرايب. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.